السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين والأمة المسلمة بخير. طبعا كلنا في أول السنة الهجرية بنفتحوا فطير، فتعالوا نعملوا طريقة الفطير بطريقة سهلة جدا بدون أي مجهود. تمام. هنا الفطير كان مستوي وبنوريكم الرقات، بس مش عارفة وقفت ليه كده. هنشوف القصة دي بعدين. ماشي، احنا هنعمله 2 كيلو دقيق، هنحط عليه لتر ميه، خد مني لتر ميه. ماشي، بصوا بنوريكم الفطير، بسم الله ما شاء الله. الخبيز بتاعه فوق زي تحت. معلش بصور بايد واحده والله، فالدنيا ايه يعني، الحمد لله. بس ايديا اتحرقت من الفرن ازاي. بنوريكم اهو الفطير بعد ما طلع، بنحطه في كيسه نظيفه او كيس التلاجة. اهم حاجه غطيه، يعني طلعيه يتهوى شويه كده وغطيه. بصوا الفطير شكله ازاي، عن طريقه بسيطه وجميله. كل سنه وانتم طيبين، وحبايب قلبي ما تنسوش اللايك. احلى من الجاهز بكتير خالص. معايا 2 كيلو دقيق اهو، خد لتر ميه، وحسب الدقيق بتاعك برضو ما بياخد الميه. بنحط عليه نص معلقه ملح صغيره، وربع كوبايه سكر او 4 5 معالق سكر. ماشي، وتقلبوا مع بعض كده على ناشف، وتحطي الميه حسب الدقيق بتاعك ما ياخد. ماشي، اديني بنعجن بقى، تقعدي تعجني. اهم حاجه في عجينه الفطير اللي انتي تديها العجينة بتاعتها صح. تعجني حوالي ربع ساعة لتلت ساعة. كل ما تعجنيها كل ما هتديك العرق اللي في الفطيرة اللي هو بتشد معاكي. ماشي. هنا انا بنعجن اهوت، وبنوريكم العجن ازاي، طبعا برضو بايد واحدة مش مالكة. هنا بصوا بنقول لكم ايديا ناشفة ازاي انعجن. كل ما بتحتاج ميه بنديها. بصوا ايديا خلاص، طالما العجينة طلعت من ايدك، العجينة مية مية. واهم حاجة العجينة تكون لينة. يعني ايه لينه؟ ما تبقاش يابسه، ما تبقاش طريه خالص. تمام. بصوا بسم الله ما شاء الله. حطي بقى نقطه زيت عليها كده، وسيبها ترتاح قيمه نص ساعه او تلت ساعه، مش كتير. طبعا احنا مش حاطين له لا خميره ولا بيكنج باودر ولا اي حاجه خالص. عباره عن شويه ميه وذره ملح وشويه سكر. طبعا انا قرصتهم. انا مش هنعمل بقى اللي هي كذا فطيره فوق بعض، لا. انا هنعمل فطيره واحده، فاهمين؟ اللي هي القطعه الصغيره، لا. الفطيره بتاعت زمان. ادي قرصتهم. حوالي طلعوا 6 فطاير، مش كبيرة، فطيرة صغيرة كده وسط. حلو عشان ما يتهدرش منها ويفضل منها حاجة. وفي صينية كبيرة، بصوا بسم الله ما شاء الله، بناخد من جوه على بره. حاطة سمنة على فلاحي، على زبدة. الزبدة بجد بتديله طراوة. بصوا بسم الله ما شاء الله. سبت العجينة ترتاح لينة. بصوا العجينة في ايديا زي الحلاوة، ما شاء الله. لو اتقطعت منك ما تخافيش يا حبيبتي، كله بيتدارى. بصوا بالعجينه، اهم حاجه سيبها تريح. بصي طالما انت ريحت العجينه، بصي بتطلع معاك ازاي. وهنا بقى انت بتطلعي الهواء، دخلي فيها هواء. الهواء دي بقى اللي بتخلي لك هبه كده يا سلام. تنسيش اللايك، واللي ما اشتركش يشترك. بصوا بسم الله ما شاء الله، بجد بتبقى متعة قوي 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 وانت بتعملي الحاجة دي في بيتك. بتفرحي اولادك، حاجة جميلة وبسيطة ومش مكلفة يعني. جاي سمنتك بتبقى عندك، و2 كيلو دقيق مش قصة يعني، حتى كيلو دقيق. ولو عايزاه ال2 كيلو يعملوا مثلا، ممكن تعملي الفطيرتين اللي هم الكبار ومشلتتين. ماشي. انا عملت فطاير صغيرة بحيث اللي ياكل فطيرته ويخلصها، ما تفضلش منها حاجة. ماشي. بسم الله ما شاء الله. ونحط بقى السمنة بتاعتي. ماشي، اللي انا مبطئه معاكم عشان تشوفوا الطريقه صح للناس المبتدئين. كل الناس شاطره، كله بيعمل. بس بتحطي دي على الرقه، على الرقه دي اللي بتعمل معاك الرق. وبين رقه ورقه بنحط السمنه. طب زي ما احنا اتفقنا، سمنه على زبده. عايزه تحطي زيت على سمنه، مفيش مشكله. انا حطيت سمنه على زبده بس. بص بس كده. وتعمليها زي البوجه بس كده. تعبنا ولا تعبنا ولا حاجه. وهنسيبها في الصينيه ترتاح. بس انا سبتها ارتاح دي كده. بعد ما ارتاحت بنوريكم. بصوا بسم الله ما شاء الله. كل ما بتريحها بتفرد نفسها بنفسها، مفيش بقى اللي هي ترجع تاني وتتشد لا لا لا. كل ما بتريح العجينه ما شاء الله. هم دول الفطار اللي طلعوا من 2 كيلو. طبعا انا قلت وسط. ده الصاج بتاع البوتاجاز، طبعا انا غسلها ومخليها زي الفل وريحتها. بصوا بسم الله ما شاء الله، بتمشي بتجري. العجينه بتجري معايا. اللهم يحسن بين ايديكم يا رب. كل سنه وانتم طيبين. بس كده فطرتين. هنحط بقى على العرصه اللي فوق فطرتين اهو. بصوا حطيت صينيتين تحت في قعر البوتاجاز، مولعه من تحت ومولعه من فوق. ماشي، عشان نخلص وننجز. لان الفطير ما بياخدش نار ياما، والنار بتاعته بتبقى عاليه عشان ما ينشفش منك. نار الفطير بتبقى عاليه. بس بسم الله ما شاء الله، خدت وش ازاي. ونزلت دي تحت، وطلعت اللي عايز ياخد وش من فوق.
بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. طبعا انا هنا بشوفه البتاع سخنه، وزي ما قلت لكم ماسكه الموبايل بايد وبعمل بالايد التانيه. يعني دي طبعا الصينيه دي بتاعت امي قديمه، دي بتاعت المخبوزات يعني اللي هي على اليمين دي. بصوا بصوا، يا لهوي على ريحه الخبيز في البيت يا جماعه، بسم الله ما شاء الله. طريقة سهلة وبسيطة والله ما خدت مني حاجة، وما عملتش اللي هي الفطيرة فوق الفطيرة الصغيرة، لا هي فطيرة واحدة وفردي. خلاص هنا أنا طلعته، حطيته على مشمع وصينية. بصوا الخبيز بتاعه التسوية بتاعته فوق زي تحت ازاي، من بره مقرمش، بقول لكم من بره مقرمش. بصوا بصوا، بص الخبيز، بص القعر زي فوق ازاي. اهم حاجه تاخدي بالك وتركزي، يعني ما تسيبيش في الفرن الحاجه وتمشي وتسيبيها، لا. خليكي تبقى قريبه منها. ماشي. بص ايديا اعمل ايه بس بايد واحده يا جماعه، نعمل ايه بس؟ بجد استاهل لايك. بسم الله ما شاء الله. بصوا الفطير سخن نار فوق، عسل 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 عسل. ها يا جماعه، مش كل اللي ما يعمل فطير. خليكي شاطره كده، عجيني العجينه ميه وملح وشويه دقيق، هتعملي احلى فطير يا حبايبي. بصوا صينية امي جميلة عسل. دي بقى بعد ما خلصت كده، انا كنت بناكل على فكرة، بس كنت ناسية ان انا ايه اصوره لكم لما فتحت. فافتكرت وانا بناكل كنت كلت نص فطيرة، طبعا كنت جحت طبعا، ولازم اكل فطير سخن، بحبه سخن جدا. بصوا ملبن مستوي وجميل، وبصوا الرقات وشوية العسل، وفي جبنة كمان حادقة، اللي عايز ياكل كده اللي عايز ياكل كده. ونوريكم لسه في فطير في الصينية، ناكله بقى. بسم الله ما شاء الله. بصوا يا جماعة الرقة رقيقة وجميلة ازاي. طبعا انا بمسك بايد الموبايل وبايد واحدة، مش عارفة اقطع بايدي الاتنين. بصوا اللسعة، اللسعة دي برضو تحتاج لايك يا جماعة، بجد تحفة. انا جحت، انا لسه واكلة بس صدقوا والله جحت تاني. ايه الجمال ده، ايه الرقات ده. بصوا الطراوة، بص الفطيرة، شوف الرقة خفيفة وجميلة ازاي. فطيرة رقيقة وجميلة، ما خدتش مني وقت ولا خدت تكلفة. يلا مستنيه ايه؟ قومي يلا اعملي احلى فطير لعيلك وفرحيهم بمناسبة السنة الهجرية. متنساش اللايك. سلام عليكم.